أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن الملك خوفو، تاني ملوك الأسرة الرابعة، وهنعرف من خلال الحلقة مين هم بناة الأهرام الحقيقيين وبالأدلة الأثرية. وكلامنا دايما بالأدلة، مش كلام بنجيبه من على الفيسبوك ولا بنجيبه من خيالنا، لا، بالأدلة الأثرية. واسم خوفو ده اسم مختصر تماما. الاسم الحقيقي خنوم خوفو وي، خنوم خوفو وي، ومعناها معنى الاسم ده الإله خنوم يحميني، الإله خنوم يحميني. طيب مين هو بقى خنوم ده؟ خنوم ده معبود على صورة كبش، كان حامي الحدود الجنوبية لمصر، ومركز عبادته أسوان. كما كان رب الخصوبة، وهو اللي بيشكل البشر وخلق البشر من الطين. يعني خنوم ده كان إله معبود، وهو نسب نفسه ليه. أورد الدكتور أحمد فخري في كتابه مصر الفرعونية إن جيمس هنري بريستد، وجيمس هنري بريستد ده عالم آثار ومؤرخ أمريكي وصاحب الكتاب المشهور فجر الضمير. اعتقد العالم ده إن الملك خوفو كان زعيم من إقليم المنيا، واستند في كلامه ده لوجود بلد باسم منعة خوفو، ومعناها مربية خوفو. لكن الدكتور أحمد فخري قال إن المعلومات الجديدة عندنا بتأكد إن منعة خوفو مجرد إقليم من الأقاليم اللي ورثها الملك خوفو عن أبوه، وكان اسمه منعة سنفرو، وبعد كده هو غير اسمها لمنعة خوفو. وهنا أكد الدكتور أحمد فخري إن الملك خوفو هو أحد أبناء الملك سنفرو من زوجته الأولى الملكة حتب حرس. عرف الملك خوفو في سنوات عمره الأولى باسم حور نب رخو، ومعناها حورس رب المعرفة. كمان حمل ألقاب متعددة زي أبوه سنفرو، زي لقب حورس الذهبي، واتكلمنا عن اللقب ده وقلنا ان الذهب لون الشمس، والشمس أبدية، فده معناه ان هو كمان هيبقى أبدي زيها. من الألقاب اللي حملها كمان اللقب الناسوبيتي، وقلنا الناسوبيتي ده اللي هو لقب ملك الشمال والجنوب، أو مملكة الصعيد ومملكة الدلتا، اللي هو لقب التوحيد يعني. كمان حمل اللقب النبتي. اللقب النبتي ده قلنا معناه السيدتين، وقلنا السيدتين اللي هم نخبت ووجت، نخبت ووجت، اللي هم معبودتين للشمال والجنوب. نخبت كان رمزها أنثى النسر، وكانت معبودة مملكة الجنوب، ووجت كان رمزها الأفعى أو الكبرى يعني، وكانت معبود مملكة الشمال. أورد الدكتور سمير أديب في كتاب موسوعة الحضارة المصرية القديمة إن خوفو طبقا لما جاء في بردية تورين حكم 23 سنة. لكن الدكتور زاهي حواس رفض المعلومة دي، وقال إن مش صحيح إن خوفو حكم 23 سنة زي ما بيقولوا، ولكنه حكم 32 سنة. تزوج الملك خوفو من أخته ميريت إتس، ورغم شهرته الكبيرة بسبب الهرم الأكبر، إلا إن المعروف عن زمانه وعن عهده من إنجازات قليل، والسبب في كده إن حجر باليرمو تعرض للتشويه في الجزء الخاص بيه. الحجر ده كان بيسجل حياة الملوك وإنجازاتهم، فالجزء اللي كان مكتوب فيه اسمه اتعرض للتشويه، عشان كده اللي اتعرف عنه مش كتير. الملك خوفو هو ثاني ملوك الأسرة الرابعة، باني الهرم الأكبر، إحدى عجائب الدنيا السبع. كان من أهم ألقاب الملك خوفو لقبه الحوري متجده، بمعنى الذي يضرب أو الذي يهاجم. وقد وجد على صخور وادي مغارة لوحتان تحملان اسم خوفو وصورته، وهو يهوي بدبوس مقمعته على رأس أحد رؤساء البدو، مما يشير إلى أنه قد حاذ حذو أسلافه، واهتم باستغلال مناجم سيناء والنوبة والصحراء الشرقية، واستخراج ما فيها من ثروات معدنية كالفيروز والنحاس. كما عثر على اسمه منقوشا على محاجر في الصحراء الغربية شمال شرق أبو سمبل وشمال غرب توشكا، وعلى مقربة من طريق القوافل الذي يصل من أسوان إلى درب الأربعين، وأطلق رجاله عليه اسم منطقة مصايد خوفو.
واستغلوا فيها منجم الجمشت، وقطعوا منه حجر الديوريت أشد الأحجار المصرية صلابة، ونقلوا عددا من كتليه الضخمة نحو 750 ميلا إلى عاصمتهم لصناعة التماثيل، وربما لرصف أرضية المعبد فوق هضبة الجيزة. في عهد الملك خوفو ازدادت العلاقات والصلات بين مصر وفينيقيا، فقد كانت تجارة مصر الخارجية وخاصة مع فينيقيا مزدهرة جدا، ومن المرجح جدا أنه كانت تقيم في مدينة جبيل شمال بيروت حاليا جالية مصرية للتجارة منذ أيام الأسرة الثانية. ونعلم أن سنفرو قد استخدم أخشاب الأرز في مبانيه. ومنذ عهد الملك خوفو قام في وسط جبيل معبد مصري أضاف إليه من جاءوا بعده إضافات جديدة، حيث عثر على أحجار تحمل اسمه وأسماءهم. السؤال اللي بيطرح نفسه من سنين، وأهم فقرة في موضوع حلقتنا النهاردة، مين اللي بنى الأهرام؟ ناس قالت جن سليمان، وناس قالت قوم عاد، وناس تانية قالوا كائنات فضائية، وكائنات تانية اسمهم صهاينة ادعوا انهم بناة الأهرام، مع اننا ما شفنا لهمش أثر في أي مكان. وبعد سنين ظهرت الأدلة على بناة الأهرام الحقيقيين، وعندنا دليلين مفيش فيهم أي شك. أول دليل هنتكلم عنه دلوقتي بردية تم العثور عليها في وادي الجرف على ساحل البحر الأحمر. هنحكي قصتها وإيه اليوميات اللي اتكتبت فيها بتثبت مين هم بناة الأهرام. في وادي الجرف الواقع على ساحل البحر الأحمر وجدت بعثة فرنسية مجموعة من الكهوف على شكل خلية نحل في تلال الحجر الجيري، وعلى الفور بدأت عمليات الحفر والتنقيب سنة 2011. في البداية اكتشف المنقبون أن تلك الكهوف كانت بمثابة مستودع تخزين للقوارب استخدموا المصريون في عهد الأسرة الرابعة للمملكة القديمة، يعني من حوالي 4600 سنة. لكن الاكتشاف الأعظم جه سنة 2013. وجد المنقبون خلال عمليات الحفر مجموعة من ورق البردي مكتوبة باللغة الهيروغليفية إضافة إلى الكتابة الهيراتيقية، ودي كتابة استخدمها المصريين في الحياة اليومية، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة الكتابة. كان المثير للدهشة إن البرديات كتبها رجال شاركوا في بناء الهرم الأكبر، قبر الفرعون خوفو، أول وأكبر الأهرامات الثلاثة في الجيزة خارج القاهرة الحديثة. لكن الورقة اللي كانت مثيرة جدا للاهتمام كانت عبارة عن يوميات مسؤول في عهد الفرعون خوفو. المسؤول ده كان اسمه ميرر، واتضح من المذكرات أو اليوميات بتاعة ميرر إنه كان أحد المشرفين على بعض أعمال بناء الهرم الأكبر. تعتبر هذه البردية التقرير الوحيد المكتوب بخط اليد عن بناء الهرم الأكبر، وتصف بدقة كيف نقلت أحجار الجير من ترى إلى الجيزة. هنقرأ فقرة من البردية ودي ترجمتها، وهنقول ليه اخترنا الفقرة دي بالذات. وهو مقسمها بحسب الأيام، يعني لو أول الشهر يقول من بداية الشهر، لو يوم مثلا 20 يبقى اليوم 20، اليوم 7، اليوم 8، وهكذا. نسمع البردية بتقول إيه. يوم بداية الشهر، قائد ال6 إجرو يبحر نحو هليوبلس في سفينة النقل ليجلب لنا الغذاء من هليوبلس، بينما تبقى النخبة في ترى. اليوم 2، المفتش ميرر يقضي اليوم الخاص به لسحب الأحجار في ترى الشمالية وقضاء الليل في ترى الشمالية. اليوم 3، المفتش ميرر يبحر من ترى الشمالية إبحار نحو أخت خوفو، وهنقول أخت خوفو يعني إيه، محملا بالحجارة. اليوم 4، قائد ال6 إجرو يعود من هليوبلس ب40 حقيبة وكمية كبيرة، بينما تقوم النخبة بسحب الحجارة في ترى الشمالية. اليوم 5، المفتش ميرر يقضي اليوم في تحميل المراكب بالحجارة من النخبة في ترى الشمالية ويقضي الليل في ترى. اليوم 6، المفتش ميرر يبحر بمركب من القسم البحري نزولا في النهر نحو أخت خوفو، يبحر مع سحب المراكب نحو ترى الشمالية، يقضي الليل فيه. مش مكتوب فيها حاجة، واضح انها ساقطة من المقطوعة يعني من البردية. الأجزاء المقطوعة ديت مش موجودة في البردية. احنا بنقرأ من الترجمة، والجزء اللي بيبقى مقطوع أو مش موجود في البردية بيتحط بين قوسين نقط، لأنه جزء مفقود من البردية.
احنا اخترنا الجزء ده من البردية لان هو اللي بيتكلم مش بس عن نقل الحجارة من ترى لمكان بناء الهرم الاكبر، لكن كمان بيتكلم عن احضار الغذاء والاكل. يعني ما كانوش مسخرين ولا كانوا عبيد، لا ده كان في اكل بيجيلهم وحياة كويسة جدا. كمان عايزين نفسر بقى معنى اخرة خوفو. اخرة خوفو يعني افق خوفو، ده اسم الهرم الاكبر اللي اطلقوا عليه خوفو. اسم الهرم الأكبر أفق خوفو، أخت خوفو. يعني إيه بقى أفق خوفو؟ عايزين نقف هنا. أفق خوفو بيمثل الأفق الذي سيستقل منه الإله رع مراكب الشمس ليبحر بها وتجدف له النجوم، ويقتل بمجادفها الأرواح الشريرة في العالم الآخر ليفني الشر فيقدسه شعبه. فاحنا هنا بنفهم من البردية إن هم كانوا بيسافروا لترى ويرجعوا من ترى محملين بالحجارة علشان يبنوا أفق خوفو أو أخت خوفو أو هرم خوفو. كلمة هرم ما كانتش موجودة أيامها، عشان كده في ناس قالت إن إحنا مش عارفين هو كانوا بيروحوا هناك يعملوا إيه علشان أخت خوفو دوت. هل لسه في حد بيشكك إن بناة الأهرام هم المصريين؟ البردية دي اكتشفها الفرنساويين مش إحنا، وبتبين إن هم كانوا بيسافروا عن طريق البحر وبينقلوا الحجارة من ترى لمكان بناء الأهرام. واليوميات كأنك قاعد في العصر الحديث والعصر اللي احنا فيه. يعني الراجل بيتكلم عن مذكرات كاتبها الصبح بيعمل ايه وبالليل بيعمل ايه، مين اللي بيروح يجيب الأكل، بيقضوا الوقت ازاي، مفيش صخرة مفيش عبودية، عمال موظفين جايبين لهم أكل، والورق كمان كشف ان كان لهم أجور بتدفع لهم. محدش يقدر يشكك في الكلام ده. واحنا هنقول في اخر الحلقة مين اللي كان ورا التشكيك ومين اللي قال الكلام عن الصخرة وعن العبودية، ده في اخر الحلقة. هنتكلم دلوقتي عن الدليل التاني اللي بيثبت مين هم بناة الاهرام. دليل مادي حقيقي مش خيال ولا وهم، مقابر العمال. اذا كان بطل القصة اللي فاتت والاكتشاف اللي فات هم الفرنساويين، فبطل القصة اللي هنتكلم عنها دلوقتي هو الدكتور زاهي حواس، هو اللي اكتشف مقابر العمال، ودي لها قصة وهنحكيها دلوقتي. الدكتور زاهي حواس كان بيحضر للدكتوراه في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأفرد في رسالة الدكتوراه باب مخصوص للكلام عن مقابر العمال، وقال ان الاثريين كل اللي كان بيهمهم انهم ينقبوا عن اثار حول الهرم او داخل الهرم، الحجارة نوعها ايه، عمر الهرم قد ايه، لكن محدش فكر قبل كده انه يسأل نفسه اين توجد مقابر العمال. فقرر ان هو بعد ما يرجع ينقب عن مقابر العمال في منطقة هضبة الهرم، وقرر ان المكان اللي هيبدأ منه هو حائط الغراب، ولأن الحائط ده فيه باب بيفصل بين الملك وبين العمال. وبالفعل بدأ الحفر هناك، وعثروا على هياكل عظمية مع الحفر وعلى غلال يعني حبوب كانت موجودة في المكان ده. بعد كده توقف الحفر لفترة، وبعدين حصلت مفاجأة ان سيدة أمريكية كانت راكبة خيل وتعثرت الخيل بتاعتها في حائط خاص بالمقبرة الأولانية اللي هم اكتشفوها، وده لأنهم شكوا إن دي تكون مقبرة العمال، وبالفعل تم العثور على مقبرة العمال. تم الكشف عن جبانة ضخمة سفلية خاصة بالعمال الذين نقلوا الأحجار، ودفن فيها الذين ماتوا أثناء العمل. أما الجبانة العلوية تقع مباشرة أعلى الجبانة الأولى، وهي خاصة بالفنانين والرسامين والصناع الذين شاركوا في قطع الأحجار وصناعة التماثيل وبناء المعابد، وهؤلاء عمال عاديين تم ترقيتهم لدرجة أعلى نظرا لتفوقهم ونبوغهم في العمارة والفن. تتكون الجبانة من مستويين ينتميان للدولة القديمة ويربط بينهما طريق. وصفة الدفنات في المستوى السفلي أنها صغيرة، ويلاحظ وجود 30 مقبرة كبيرة ربما خصصت لرؤساء العمال، واتخذت تلك المقابر أشكالا مختلفة مثل القباب المدرجة أو خلية النحل. وعثر داخل هذه الدفنات على هياكل عظمية مدفونة بوضع القرفصاء،
تتجه إلى الشرق لاستقبال إله الشمس رع عند الشروق. أما مقابر الجبانة العلوية تم الكشف عن 403 مقبرة، أكبر وأضخم من مقابر الجبانة السفلية. ويلاحظ أن حجم وطريقة بناء المقابر في الجبانة العلوية لطبقة متميزة من الفنانين والحرفيين. يعني المقابر في الجبانة العلوية حجمها وطريقة بنائها بتبين ان الناس اللي اتدفنوا فيها ناس مميزين جدا جدا، فنانين وحرفيين، عكس مقابر الجبانة السفلية اللي شكلها وطريقة بنائها بتبين انها اتعملت لطبقة متوسطة. وقد بنيت معظم المقابر على هيئة فناء مكشوف. أما الدافنات الصغيرة فتوجد بواجهتها مداخل تمثل أبوابا وهمية بسيطة، ونحن نعلم تماما قيمة الباب الوهمي للمتوفى لدخول وخروج الروح لتلقي القرابين. يعني الباب الوهمي ده معمول علشان الروح تدخل وتخرج تاخد القرابين، وده طبعا جزء من اعتقاد المصري القديم في الحياة الآخرة. بطبيعة الحال كانت أولى المقابر التي عثر عليها هي تلك المقبرة التي تعثرت في جدارها قدم الجواد. باكتمال الكشف عن هذه الجدران وجدت مقبرة لشخص، وهي مقبرة كبيرة يدعى بتاح شبسو، بتاح شبسو، ذات طراز معماري فريد. وقد لوحظ أثناء استكمال إزاحة الرمال أن الجبانة ترتفع كلما تم الاتجاه إلى الغرب مع الجبل. تعتبر مقبرة ني عنخ بتاح، ني عنخ بتاح، من أهم المقابر الصخرية في الجبانة العلوية بجبانة العمال بناة الأهرام. فمن أهم العناصر المكونة لهذه المقبرة ذلك الطريق الصاعد الذي يؤدي إلى الجبانة السفلية، والطريق مبني من الحجر الجيري غير المستوي ويبلغ عرضه 110 سنتي. وعثر أيضا على مقبرة صخرية تخص شخص يدعى وسر بتاح، وللمقبرة أيضا طريق صاعد يسبقها وهو يمتد من الشرق إلى الغرب صاعدا للمقبرة، ومشيد ومبني من كسرات الأحجار المختلفة. وفي حجرة الدفن الخاصة بوسر بتاح وجد مناظر تمثل وسر بتاح وزوجته وأولاده، وتعلو المدخل لوحة قرابين مستطيلة الشكل في حالة سيئة من الحفظ. وعثر أيضا على مقبرة لشخص يدعى نفر ثيث، نفر ثيث، يلقب بأكثر من لقب، فمن ألقابه المشرف على القصر، مطهر الملك. وتبدو هذه الألقاب ألقابا شرفية ولم تكن ألقابا فعلية. أما الشيء الغريب في مقبرة هذا الرجل أنه كانت له زوجتان، الأولى تدعى نفر حتب إس، أما الزوجة الثانية فكانت تدعى ني عنخ حتحور. وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها في الجبانة على مقبرة تزوج صاحبها من سيدتين. ولكل واحدة من زوجتي نفرثيث بابها الوهمي المكتوب عليه أسماء أولادها، فقد أنجب نفرثيث من زوجته الأولى نفر حتب إس التي حملت لقب ينعات الذي يعني المولدة أو الداية، وهو لقب غريب لم يظهر غير مرة واحدة فقط، 11 مولودا، 8 ذكور و3 بنات. أما الباب الوهمي الثاني والخاص بالزوجة الثانية التي تدعى ني عنخ حتحور فقد ذكر عليه أنها أنجبت 4 ذكور و3 إناث، ونحن لا نعلم هل جمع نفرثيس بين الزوجتين أم لا، فربما كان قد تزوج من زوجته الأولى نفر حتب إس ثم توفيت فتزوج من الثانية ني عنخ حتحور. يعني نفرثيث ده كان عنده زوجتين، الأولى اسمها نفر حتب إس والتانية ني عنخ حتحور. الأولانية خلفت له 11 ولد أو 11 مولود، 8 ذكور و3 بنات، والتانية خلفت له 4 أولاد و3 بنات، يعني 7. ما شاء الله، يعني أعداد كبيرة، لكن طبعا مش معروف هو جمع بين الاتنين ولا كل واحدة اتجوزها لوحدها، ده ما قدروش يعرفوه. أما المناظر التي صورت على الأبواب الوهمية لمقبرة نفرثيث فهي فريدة من نوعها بالنسبة لما يسجل عادة على مثل هذه الأبواب الوهمية، حيث شوهد مناظر تصور طحن الحبوب وصناعة الخبز
واستنتج منها أن نفرثيث ربما كان المشرف على المخابز. كما يوجد بالمقبرة تسجيل لقائمة تبرز الأعياد والقرابين التي تقدم للمتوفى بما فيها الخبز والطيور والأضاحي مثل الثيران. وعلى مائدة القرابين حوالي 90 عنصرا يتم تقديمها في المقبرة في الأعياد. وعثر أيضا على مقبرة لشخص يدعى نفر إف نسو إف، وعلى الرغم من أن صاحب هذه المقبرة يحمل لقب رئيس الحرفيين إلا أن المقبرة كانت بسيطة جدا جدا جدا. وقد عثر بسرداب المقبرة على تمثال مزدوج من الحجر الجيري لصاحب المقبرة نفر إف نسو إف وزوجته نفر إف منخت إس. ومن بين المقابر الأخرى مقبرة نيسو ويسرت، وطول المقبرة 8 متر من الشرق إلى الغرب، وأقصى عرض 6.5 متر من الشمال إلى الجنوب. وتقع هذه المقبرة في الجهة الشمالية الغربية لمقبرة ويسر بتاح رقم 1975، وتبعد عنها بمسافة حوالي 8.75 متر. ويقع الطريق الصاعد الخاص بها إلى الشمال من الطريق الصاعد الخاص بمقبرة ويسر بتاح. وعثر على مقبرة أخرى لشخص يدعى بيتيتي، وعثر داخل المقبرة على نقشان غريبان، نقش يخص بيتيتي صاحب المقبرة ونقش يخص زوجته ني سوكر. وعثر على نقش آخر يخص ابن بيتيتي وهو يدعى مين ني عنخ. ابن بيتيتي اسمه مين ني عنخ. والنص التحذيري اللي وضعه لأي حد يحاول انه يعبث بالمقبرة اتكتب فيه ايه: يا كل الناس، كاهن الإلهة حتحور سيضرب مرتين كل من يدخل هذه المقبرة ويفعل شيئا ضارا داخلها، فبواسطة الآلهة سيسألون، لأنني مبجل عند سيده، وهو لن يغفل أي الإله شيئا ضارا ضدي، وكل من يفعل شيئا ضد المقبرة فسوف تلتهم التماسيح وأفراس النهر والأسود. ده بإيجاز شديد جدا ما عثر عليه. طبعا في أسامي تانية وفي معلومات عن الناس اللي اتكلمنا عنهم دولت كتير ما يتسعش ليها وقت الحلقة، لكن النبذة دي بتديك انطباع ان تم الكشف عن مقابر العمال، والمقابر دي كان فيها مواصفات تفصيلية لحياة العمال دولت وزوجاتهم وأولادهم. اعتقد ان بعد كده محدش يقدر يشكك في المقبرة دي لان ده دليل مادي. امتى تم العثور على المقابر ديت؟ في عام 1990 بدأت الحفائر، وأعلن عن الكشف في يناير 2010، واللي أعلن عن الكشف ده وزير الثقافة وقتها الدكتور فاروق حسني. بعض الناس بتشكك ان احنا اللي بنينا الأهرامات، وبيقولوا ان قوم عاد وجن سليمان. طبعا ده مش صحيح، ودي أدلة دامغة وبتأكد الكلام ده. أما اللي قالوا السخرة وقالوا اليهود، فالسخرة وفكرة العبيد، والعبيد هي اللي فتحت السكة ان اليهود يبقوا هم اللي بنوا الأهرامات، فمصدر الكلام ده هنعرفه دلوقتي. هنتكلم دلوقتي عن علاقة خوفو بالمصريين. أورد الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم من خلال كتاب مصر والشرق الأدنى القديم، مصر منذ فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة، إن المؤرخين أعطوا فكرة خاطئة تماما عن خوفو. فذكر هيرودوت، ويعني الكلام مبني على هيرودوت، إنه الملك خوفو أمر بإغلاق معابد الآلهة، وإنه أعلم في جميع أنحاء المملكة إن مش من حق المصريين إنهم يقدموا القرابين، وإنه قصد من ورا ده إنه يستخدمهم في الأعمال الخاصة بيه، يعني زي بناء الأهرامات مثلا. لكن الدكتور قال إنه مما لا شك فيه إنه خوفو حرم فعلا على الناس إقامة الأبواب الوهمية في المعابد والتماثيل ونقش غرف القربان بالمناظر المختلفة. بس ليه؟ التفاصيل بقى هي اللي بتثبت وبتأكد هل هو فعلا كان إنسان شرير يعني، ولا كان هو عنده وجهة نظر نقبلها أو نرفضها. يعني هو عمل كده عشان يكون إقامة التماثيل وتقديم القرابين لها أمر قاصر على الآلهة والملوك، على اعتبار إن الملوك كانوا بيتعاملوا معاملة الآلهة، وعشان ما تبقاش يعني الملوك زي والآلهة زي البني آدمين العاديين، يبقى في فرق شاسع ما بين الملوك وأفراد الشعب، عشان يحفظ للملكية هبتها ويصون مكانتها، وللآلهة برضو مكانتها وهبتها. وقال الدكتور إن مانيتو نفسه
وصف خوفو بانه انسان متعجرف وبيتعامل مع الالهه بتعجرف. بس يا ترى ايه السبب بقى اللي خلى المؤرخين القدام اللي هم هيرودوت ومانيتو يقولوا عنه كده؟ قال انه احتمال ان الناس المؤرخين المتاخرين دول اعتمدوا على معلومات ما فيهاش تفاصيل. يعني هو ضيق على الشعب وعلى الامراء انهم يقيموا ابواب وهميه في المعابد ويعملوا تماثيل وحاجات زي كده، لكن ما كتبوش التفاصيل او ما عرفوش التفاصيل الاسباب اللي خلته يعمل كده. والدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم كان شايف ان مفيش شك في ان خوفو ما تعرضش لمعابد الالهه باي سوء. وايه الدليل على كده؟ وجود جزء من راس تمثال لخوفو في معبد ابيدوس. قال كمان ان قمه البراعه في صناعه التماثيل كان في عصر الملك خوفو وابنه بعد كده، اللي هو اتهم بنفس الاتهامات برضو، اللي هو خفرع او خعافرع. فالمسألة ما كانتش بالقسوة اللي هم يعني اتهموهم بيها أو وصفوهم بيها المؤرخين. وقال إن مش ممكن شعب يكون مقهور ومغلوب على أمره بالطريقة دي يبدع في فن التماثيل بالطريقة اللي يعني ممكن توصل إلى شبه حد الكمال. يعني من ضمن الاتهامات اللي اتهم بيها الملك خوفو ورد عليها الدكتور نجيب في الكتاب ده برضو، كتاب مصر والشرق الأدنى القديم، فكرة الصخرة وبناء الهرم الأكبر بالصخرة والوحشية اللي أساها المصريين في بناء الأهرامات. والمؤرخين اتهموا بيها خوفو على مر العصور. لكن الدكتور رد وقال إن الهرم كان بيتبني في وقت الفيضان، في وقت ما كانش فيه عمل زراعي عند المصريين، والمية كانت بتغمر الأرض وتغطيها، وكانت الأماكن اللي بيعيشوا فيها شبيهة بالجزر، وكان أجرهم إطعامهم وكسائهم، يعني يأكلوا ويلبسوا بالعمل في بناء الأهرامات. وكان العمال العاطلين بيقطعوا الأحجار من منطقة الهرم نفسها وأحجار الكسوة من طرى، ومقابل ده كانوا بياخدوا الأكل والكساء. وهو اعتبر إن دي مش صخرة، ده عمل مقابل أكل ولبس. الدكتور أحمد فخري برضو ردا على هذا الكلام اللي اعتبره كلام مؤسف تماما، وإنه مازال يتردد على لسان الناس، إن التاريخ المصري القديم خالي من أي دليل يؤيد أي ادعاء من الادعاءات دي. لكن هو كان عنده وجهة نظر. هو كان شايف إن خوفو ملك أو حاكم قدير ونشيط، ازدهرت البلاد في أيامه. الفن المعماري وفن صناعة التماثيل والفنون عموما كانت في أعلى درجات ازدهارها. وقال اللي يدرس التاريخ يجب ألا ينسى أنه من الخطأ الكبير أن نحكم على ما يحدث في العصور الماضية بآرائنا الحالية. يعني ظروف النهاردة غير ظروف امبارح، وتفكير الناس النهاردة غير تفكير الناس امبارح. احنا دلوقتي مثلا عايشين في جمهورية، وهم كانوا عايشين في ملكية. هم كانوا بيبصوا للحاكم بنظرة غير اللي احنا بننظرها ليه دلوقتي. فهو هنا هيديك بقى المبررات اللي هو استند عليها عشان ينفي القصة دي خالص. مبادئ النهاردة غير مبادئ المصريين في الوقت دوت. خوفو كان ملك ومقدس. احنا لسه كنا بنتكلم ان الملوك كانوا بيتعاملوا معاملة الآلهة، فهو كان ملك مقدس. وقال ولا شك ان رعاياه كان يسعدهم ان يشتركوا في إقامة مبانيه الخالدة، وانهم شيدوا في ايامه كثير من ايات العمارة والفن. فاذا كان هذا الشخص حقيقة ملكا ظالما متسلطا عاتيا، فمن غير المعقول ان يكون في استطاعته ترك البلاد في حالة اقتصادية مستقرة ساعدت ابنه بعد كده خعفرع على بناء الهرم الثاني، وهو بناء يكاد يماثل هرم ابوه في عظمته. ولو كان ادعاء الكتاب والمؤرخين دول أي نصيب من الحقيقة، كان من المستحيل الاستمرار في حفظ الطقوس الدينية الخاصة بالملك خوفو قرون كتيرة بعد كده. وقال إن عندنا آثار من العصر البطلمي، يعني بعد 2000 سنة من موت خوفو، آثار بتؤكد استمرار وجود منهج كهنة خوفو حتى ذلك العهد. خلاصة الكلام إن المصريين هم اللي بنوا الأهرامات. اللي عنده أي كلام تاني لازم يكون الكلام أو الادعاء ببينة أو دليل مادي، مش تشكيك ولا فرضيات ولا تساؤلات ويتوهني من غير ما يوصلني لأي حاجة. اللي عايز يتكلم لمجرد الكلام يبقى كده هياخدنا في 100 سكة. لكن ليه الناس مش قادرة تصدق إن المصريين هم اللي بنوا الأهرامات؟
لأنه بيقارن إنسان النهاردة بإنسان من آلاف السنين. إحنا النهاردة بنطلع الدور التاني بالأسانسير، بنمشي محطتين، لا بنركب للمحطتين. من 100 سنة كانت الناس بتمشي 4 5 6 محطات. لكن التكنولوجيا غيرت حياة الإنسان، قللت طاقته، قصفت عمره. فما تقارنش إنسان النهاردة اللي بيتعامل مع الموبايل وبيتعامل مع التكنولوجيا بإنسان من آلاف السنين كان بيشتغل عدد ساعات كبير جدا، بيشيل بكميات كبيرة، ما بيكلش ولا بيمل، طبيعة أكله مختلفة، طبيعة حياته ده ما حطيناهوش في اعتبارنا. علشان كده احنا مش قادرين نصدق ان المصريين هم اللي بنوا الأهرامات. انت حتى في الزمن اللي احنا فيه ده ما تقدرش تقارن إنسان قاعد على مكتب بإنسان بيشتغل في البناء بيبني. لو جبت اللي قاعد على المكتب ده اللي متعود على الحياة الناعمة دي وقلت له تعالى اشتغل يوم في بنى بيت، هيغمى عليه بعد ساعتين. كل إنسان عايش طبيعة حياة بتفرض عليه صورة معينة في طاقته وأدائه وإنجازه. ودي آخر حاجة في كلامنا، لكن كلامنا عن الأهرامات مش هينتهي. لينا كلام تاني في الحلقة الجاية عن خوفو وعن هرمه، ومعلومات جديدة وردود جديدة. وأترككم في أمان الله.